تخيل معايا كده انك عندك محل، بس عشان باب المحل ده يتفتح الزبون محتاج يقف قدامه لمده 4 ثواني. خليني اقول لك النتيجه ان تقريبا 50% من العملاء بتوعك هيسيبوا المحل ده ويمشوا اصلا. ده بالظبط اللي بيحصل معاك لو الويب سايت بتاعك بيفتح في اكتر من 4 ثواني. شركات زي امازون لاحظت ان في فرق اجزاء من الثانيه بتفرق في المبيعات جدا، عشان كده هديك تشيك ليست تشخيص سريع للموقع بتاعك تقدر تعملها في اقل من دقيقه. اول حاجه لازم تتاكد ان الصور اللي في الموقع بتاعك كلها، خصوصا اللي في الهوم بيج، بصيغه ويب بي. تاني حاجه لازم تعمل ليزي لودنج لكل الصور اللي عندك. تمسح اي بلوجنز او سكريبتات بتران عندك في الهوم بيج بس انت مش بتستخدمها في الصفحه دي. لو عندك جافا سكريبت كتير في الموقع فلازم تعمل ديلي ذكي للجافا سكريبت خصوصا في الهوم بيج. وطبعا لازم تقلل الثيرد بارتي على قد ما تقدر. واهم حاجه انك تعمل كاشنج مظبوط وسي دي ان قوي للموقع بتاعك عشان يبقى سريع مع كل الناس. ما تنساش برضو تعمل فونت سواب لانها بتديك اوزان اقل للفونت بتاعك وبالتالي برفورمانس اعلى. لازم كل شهر تعمل داتابيس كلين اب عشان توفر في الريسورسز بتاعت السيرفر بتاعك. ولو انت الموقع بتاعك وورد بريس اكتب لي اي كلمه تحت في الكومنتات وهبعت لك فيديو يوتيوب كامل بنشرح فيه على موقع فعلي وازاي حسنا الاداء بتاعه كان اقل من 50 على جوجل بيج سبيد انسايت وطلعناه لفوق ال 90. ولو عندك موقع مبني على اي بلاتفورم تانية زي شوبيفاي او حتى كاستم كودنج اكتب لي كومنت وهقول لك ازاي تحسن البرفورمانس بتاعه.